بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب المسموع بصوت عمرو بادنشكي. عنوان الكتاب: إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم، للكاتب الدكتور الأستاذ عبد الكريم بكار. الشمعة رقم 2: حاولوا أن تنجحوا في الامتحان الأكبر. نحن في هذه الحياة في معهد مهني من نوع غريب، حيث أن الواحد منا لا يتعلم ويدرس ثم يدخل الاختبار، لكنه يدرس ويختبر في آن واحد. وليس الغريب الاستمرار في اختبار طوال الحياة فحسب، ولكن الغريب أيضا تنوع أساليب الاختبار. فمن هذا ممتحن بذكائه، وهذا بغبائه، وهذا ممتحن بفقره، وذاك بثرائه، وهذا بصحته، وذاك بمرضه، وهذا بشهرته، وذاك بخموله. امتحانات عجيبة فريدة، نتائجها مصيرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. فحين نرحل عن هذه الحياة نكون قد أدينا امتحان الأخير الحاسم، وهيئنا هنيئا لمن أجاب عن هذه الأسئلة بصورة صحيحة، والويل والهلاك لمن أجاب عليها بصورة خاطئة. يقول الله تعالى عز وجل في توضيح هذه الحقيقة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المشكل الأكبر في هذا الموضوع هو أننا لا نعرف متى ننتهي وقت الاختبار، ويسحب المراقبون أوراق إجابة كما أخطأ الناس يا أبنائي وبناتي في توقعاتهم لمدة الاختبار. كم من الناس أطلقوا الصيحات والرجاءات من أجل تمديد مدة امتحان نصف ساعة حتى يتوبوا ويرجعوا، فلم يجابوا ولم يلتفتوا إليهم، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا يعني كل هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: علينا أن نوسع دائرة أحساسنا بتصرفاتنا وأعمالنا لتكون دائمة تحت المراقبة، ولنؤديها كما يحب الله تعالى. وإذا وقع الواحد منا في خطأ وزلت قدمه، فإن المطلوب منه هو المسارعة إلى التوبة وإلى التصحيح قبل أن يلقى الله تعالى وهو في حال سيئة. يجب علينا أن نوطئ أنفسنا على مجاهدة النفس وكبح الشهوة على نحو دائم. من المهم أن نبتعد عن أولئك المستخفين بالاختبار الغافلين عنه، حتى لا وننحرف معهم فنخسر خسارة عظمى يصعب تحديدها الآن. انتهت الشمعة رقم 2، وانتقل إلى الفيديو الآخر، الشمعة رقم 3 إن شاء الله. جزاكم الله خير، حفظكم ورعاكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم ولمتابعتكم الرائعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.